بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في أسئلة تدور حول قراءة سورة البقرة، هجوم شياطين، لماذا 4 مرات سورة البقرة، وكيف وجدنا كل هذا الكلام عن سورة البقرة. نجيب على أسئلة الإخوة، لكن بالنسبة للاستغفار قلت لكم إن شاء الله لن أنزل عن 12,000 استغفار، وهذا كان ورد سيدنا أبو هريرة رضوان الله عليه عندما قال إني أستغفر الله 12,000 مرة على قدر عتقي من النار أو على قدر ذنوبي. وبدنا نجاوب على أسئلة إن شاء الله. والسقف الأعلى هو فوقية 30,000 إن شاء الله. عينينا تنظر إلى 30,000 ويزيد. وجدت خير عظيم في هذا الاستغفار 30,000. نعم، وكلما زدت ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أو ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شو بدك أحلى من هيك؟ شو بدك أجمل من هيك؟ لكننا الله لا يحبنا الآن صراحة. الله لا يحبنا الآن. شوف الأحوال التي نحن فيها. أدرنا ظهرنا لله، نسينا الله فأنسانا أنفسنا، تفننا في معصية الله فأذاقنا الله جميع أنواع العقاب، جميع السحر، السحر، هذه الحروب، تشريد، مرض، ديون، هموم، كروب. فما أصابك بما كسبت هذه الأيدي، أو هذا الظن. والشرك الخفي الذي لا ينتهي. شرك، نعم، شرك شرك شرك. إن شاء الله لازم نطلع حلقات في الشرك، الشرك الخفي، الشرك البسيط اللي أنت بتفكره بسيط. شرك، نعم، هذا الشرك الذي دمر حياتنا. بال 2015 كل هاي العبادة اللي عبدتوها أنتم عمالين تعملوا من ورائي، والله لا تساوي شيء بما كنت أفعل بال 2015. لا تساوي ولا شيء. قلت عن نفسي كنت ماكينة عبادة. نعم، شفت البراد، الثلاجة كيف تعمل، موتورها كل الوقت يعمل هكذا. كنت 6 أشهر. لكن عندما تفوهت بكلمة واحدة، سألوني الشباب من أين لك هذا؟ يعني كنت أعطي دروس في المساجد. قلت لهم اجتهادي. تبخر كل شيء، يعني ذهب الله بكل شيء، لكنه وعد الله بالاستغفار أن يحقق وعده، فحقق لي وعده لأني كنت مستغفر. فهمت؟ عندما تقول أنا وتزكي نفسك، لا نزكي أنفسنا، لا نرد فضل الله علينا. لازم كنت أقول والله هذا فضل الله تفضله علينا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نشكر نعمة الله بأن جعلنا من الذاكرين، من المصلين صلاة الفجر. مش أنا بفيق على صلاة الفجر وأنت لا، وأنا بتصدق وأنت لا. أنت يا الله قدرك، الله أعطاك وهيأ نفسيتك لهذا الأمر. رد الفضل لله. هذا هو الشرك العملي، مش إن نثلث. نعم، في هناك شرك أكبر. نعم، من يعتقد إن الناس تنفعه. لا ينفعك شيء، لا يوجد شيء على وجه الأرض ينفعك، ولا شيء. عملك الصالح إذا وجهته خالصا لوجه الله. فلا تتبرك بأي شيء، لا تتبرك بأي شيء. نعم، نحن مأمورين في أهل البيت أن أن نحبهم ونجلهم، ومن يبغضهم نبغضه، فنحب ما أحب الله ورسوله ونكره ما كره الله ورسوله. لكن لا نتبرك بأي شيء. الرسول عليه السلام يعني هو مأمورين في الصلاة عليه. فأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله لماذا تشركوا. منهم من يشرك علانية، ومنهم من يشرك في السر، ومنهم من يشرك وهو لا يدري. فتوبوا إلى الله. الشرك يحبط العمل. الشرك ملكاش إشي عند الله ولا شيء. الله غني عن الشريك. اسمع مليح، اسمع مليح. أنا عملت 100 عمل، 100 عمل، سأجعل 99 عمل لله وعمل لفلان. الله بيقول لك أنا لا أريد شركاء يأخذ هذا الشريك 99 كمان، فلا أريدهم. عشان هيك الله لا يقبل منك إلا الخالص. يعني إذا كان في بالك
أمال أنت تعمل عمل لله وفي فلان أو ولي أو أي شخص جاعله مع الله، الله بيقول لك هذا الشريك أنا ما عنديش شركان ولا أريد هذا العمل، فيرميه في وجهك. فهمت؟ عشان هيك نحن نتقرب إلى الله بالله بأعمالنا وليس بالأشخاص. نحب رسول الله لأن الله أمرنا، نمتثل لأوامر الله لأن الله أمرنا، نمتثل لأوامر رسول الله لأنه قال ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، نصلي على رسول الله لأن الله أمرنا، فنحب آل البيت لأن الرسول عليه السلام أمرنا لأنه ما قال الرسول عليه السلام ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. نحب صحابة رسول الله لأنه الرسول عليه السلام أمرنا، فلا نعمل شو بدنا، لا نستمع إلى البشر. البشر لن ينفعوك يوم القيامة، يوم تقف بين يدي الله ويقول لك الرسول عليه السلام قال لك كذا، هل فعلت كذا؟ أنا قلت لك جل في علاه، يقول لك أنا لا تشرك بي شيئا، لماذا أشركتني بفلان وفلان؟ نعم. خلينا نخرج من دائرة الشرك، لازم نخرج، لأنه الشرك يحبط العمل. بتضلك أنت مش فاهم الحياة، مش فاهم ليش أنت عمال تصلي وتصوم وتحج وتزكي والأمور خربانة. الشرك البسيط يعني نتبسط الأمور، تبسط الأمور إنك أنت تفكر حالك على إشي. يا جماعة إحنا كل واحد الله خلقه لشيء. نعم، الله كل واحد منا خلقه لشيء. واحد خلقه طبيب، واحد خلقه ممرض، واحد خلقه مهندس، واحد خلقه داعية، واحد خلقه نجار، واحد يعني يكنس شوارع، وخلق كل واحد. الله من الأزل خلقنا هكذا، كتبنا كل واحد شو عمله على أساس إن إحنا نعمل، وعدنا بالحياة الطيبة إذا سمعنا قول الله ونفذنا أوامر الله سنعيش الحياة الطيبة. لكن إذا تركنا أوامر الله وبدأنا، طبعا في أشياء بتحافظ عليك من الضياع عشان الشيطان ما يجرك. هي أذكار الصباح والمساء بتبدأ فيها، تبدأ بأذكار الصباح والمساء فتحفظ حالك من الشيطان. مش يجي يقول لك الشيطان أنت عندك تجارة، ما أنت الله خلقك تاجر وتجارتك ما فيش عندك زباين، أنت لازم تكبر. طب معيش فلوس، جيب لك قرض ربوي ومش مهم بترجعه بعدين، يعني الله غفور رحيم. هيك بيجي لك الشيطان، كبر المحل تبعك وظبط البضاعة وجيب قرض ربوي واحلف كذب حتى كمان على أساس أنك تروج هاي البضاعة. فما الذي يحفظني أنا إني ما أكذبش ولا أجيب القرض الربوي من الأصل ولا أخلي الشيطان يلبسني ويوسوس لي؟ شو ما أعطاني الله أدوات، ما أعطاني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا، فكيف؟ طب في أذكار الصباح والمساء، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرز من الشيطان. طيب هاي أنت تركتها. طيب سورة البقرة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة هم السحرة. نعم، وسورة البقرة حارقة للشياطين ولكل أعمال الشياطين. لكني أنا اليوم في وضعية إني أنا مذنب، الله تركني، الله يراني لكن تركني لكثرة ذنوبي، فتسلطت علي الأمراض والديون والشياطين وكل شيء تسلط علي. كيف بدي أعمل؟ منين أبدأ؟ فهنا بتيجي أسئلة كثيرة. لما أنت بتقرر تتوب، عليك الخطوة الأولى عليك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أنا بدي أفتح متجر، علي إني أروح أفتح متجر، وإن شاء الله بجيب يعني أبيع بندورة، إن شاء الله بجيب صندوق بندورة واحد، بوكس بندورة واحد، معيش أكمل. فأنت الله بيفتح عليك، الله بيعت لك زبون ويقول لك يلا كمان بوكس وكمان يعني صندوق وهكذا كرتون بندورة وكمان تكبر الأشياء. وأنت الله جل في علاه أنت عليك أنت تغير. طيب ايش ده غير؟ ما الذي يبغض الله؟ ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ خلينا نأخذ، أنا بدي أتحصن وأخذ أحب الأعمال إلى الله. هي الصلاة في وقتها، ثم ذكر الله. الصلاة في وقتها، نؤتي فرائض الله
بنعيش هذا الحديث. بدنا أدوات عشان نحقق هذا الحديث، عشان نفهم. بدنا أدوات عشان نحقق هذا الحديث. أي حديث؟ من عاد لي وليا، فهو يا إما أنا ولي للشيطان يا إما ولي لله. ما بينفعش أنا أظلني أصلي وأصوم وحج وزكي الله لا يستجيب وأنا مديون وأنا مكروب، وربما كل يوم حرب علينا ويهجرونا من هنا ويهجرونا من هناك وتقتيل وتشريد وهكذا. ما بينفع. الله جل في علاه عشان يكون وليك ويحارب عنك ويدافع عنك جل في علاه قال من عاد لي وليا، يعني يا ربي، يعني يا عبادي، إذا أنتم تتخذوني ولي، بدكم تحققوا هذه الشروط، فأنا سأدافع عنكم. هكذا بقول لكم الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني أي واحد بتعدى عليك يا ولي الله، الله سيحاربه. طيب شو هي الشروط يا رب؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي، بدي أتقرب إلى الله. بماذا يا رب؟ بالفرائض. وأحب إلي ما تقرب إلي عبدي في الفرائض. فأول فريضة هي الصلاة. نعم، اجعلها في وقتها. اركض أري الله منك خير. وما تقرب إلي عبدي أحب إلي من الفرائض. فرائض الصلاة والصيام والحج والزكاة. نعم، هنا في فرائض كثيرة، هذه أكبرها الصلاة والصيام والحج والزكاة. لكن في فريضة إنك أنت تغض البصر، وإنك تلبس الجلباب. نعم، وإنك أنت تنتهي الغيبة والنميمة. هذه فرائض، أوامر كل أوامر الله ونواهيه هي فرائض. نهاك عن الربا، نهاك عن الزنا، نهاك عن الإباحيات، أمرك بغض البصر، أمرك ببر الوالدين، أمرك. هذه كلها فرائض. نعم، هنا احنا لا نستطيع أن ننفذ كل هذه الأوامر. طبعا هذه الأوامر بدها سورة البقرة عشان تهينها وتلينها وتصير لقمة سايغة تاكلها. هذه الفرائض عشان تصير هينة على قلبك ونفسك تقبلها بدها سورة البقرة. هنا بدنا نصل احنا لأقفال سورة البقرة الأربعة، بس خلينا نستمر إسا. إذا بتسمع أي كلمة غريبة عليك، اكتب محمد حجازي وحط الكلمة محمد حجازي والإقفال. أي أقفال بتطلع لك، حط محمد حجازي والمقايضة، تطلع لك دروس عن المقايضة. إذا مش فاهم فأي كلمة غريبة بتسمعها مني اكتبها، في إلها معنى إن شاء الله. تشرب قهوة؟ الفرائض عشان احنا نأتي فيها عشان نصير أولياء لله، عشان الله يحمينا والله يدافع عنا، بدنا سورة البقرة. لكن خلينا نصل إلى كيف نتعامل مع الله، شو بيحب الله. طيب هنا الفرائض بدنا نأديها. ولا يزال بعد الفرائض ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بتصوم اثنين وخميس، بتصلي باللي بجوف الليل، بتقرأ في كتاب الله جزء، بتحفظ كتاب الله، هذا كله نوافل. بتتصدق، كل اشي خارج اطار الفرض الذي اذا تركته يحاسبك الله عليه. يعني انا بديش اقوم الليل، بلاش، لا يحاسبني الله، لكني ان قمته يأجرني عليه وعليه ترتيب جميل. انا ما بدي اقرأ بالقرآن. نعم، في مثل هذا القرآن يعني نقطة في آية مهمة جدا، الإكثار منه نافلة. ليش؟ من أعرض عن ذكري وذكري هو القرآن، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مطلوب منك إنك تقرأ في كتاب الله عشان ما تنطبق عليك هذه الآية. مفهوم؟ فلا أريد أن أكثر، بدي أقرأ، ما حدد ليش الله، ما قال لي جزء ولا جزئين، خلص أنا بفتح كتاب الله. نعم، قال العلماء يعني أقل القليل يعني مثلا جزء، لكن في كثير منا لا يحقق هذا الجزء ولا يقرأ حتى صفحة. خلينا نستمر الآن. صدقات وين أنا إنسان لا أريد أن أتصدق، أنا بدي أقوم بالزكاة، خلص أنا إنسان بدي أصلي الفرائض والسنن الرواتب وخلص، لا أريد أن أفعل شيء أكثر. الله لا يعاقبني، ما بدي أصوم اثنين وخميس، الله لا يعاقبني إذا ما صمتش. في أشياء كثيرة إحنا بنعملها، بصدقات، قيام ليل، أني أبقى دائما ذاكر لله مثلا، ذكر ولا هذا، في أمور يعني موقوف في قديش أعملها، بديش أزيد. كما قال هذا الإعرابي
ما الذي علي وما الذي على ربي؟ قال له بتصلي الفرائض، نعم، وبتصوم رمضان، وبتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، نعم، وتشهد شهادتين. فأنا لا أريد أن أزيد. مثلا أنت مش تحت العقاب، لكن إذا الله قال لك انتهي عن الربا وروح جبت الربا، أنت تحت العقاب، بدك تفوت تحت العقاب. إذا الله قال لك إنك أنت بدك تبر والدك وأنت بتقاتل في والدك، الله بده يعاقبك. هاي فرائض، مفهوم؟ فالفرائض هي ما أمرك وما نهاك، هي من الفرائض. لكن ما بيطيب خاطرك تعمله وسمح لك الله جل في علاه حر تعمله ولا ما تعمله، فهذا من النوافل. نعم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أنا أكثر من قراءة القرآن، أنا أكثر من حفظ كتاب الله. أنا مش مأمور إني أحفظ كتاب الله، لكني بدي أحفظه تقربا إلى الله، فهي نافلة وأنا مكثر، هذا جميل، فعلي أجر عظيم. وهم يعني في له يترتب عليه أمر كبير. إحنا بدنا نفوت على ما يترتب عليه إني من أهل الله وخاصته. أنا بدي أفوت على النوافل والفرائض عشان أعرف وين أنا واقف. لربما أنا عمال أقرأ كل يوم جزئين ومحافظ عليه، لكني قاطع رحمي. أولى إني أصل رحمي من إني أقرأ هذول الجزئين، والأجمل إني أصل رحمي وأقرأ جزئين. أعدد، بقوم الليل يا رب يا رب وأنا عندي قرض ربوي. الأولى إنك لا تأخذ القرض الربوي ولا تقوم الليل. أفضل إنك أنت تترك القرض الربوي الذي يسبب لك حرب مع الله ويحاربك الله فيه من إنك تقوم الليل. والأجمل إنك تترك القرض الربوي وتقوم الليل. عمال نصل. طيب أنا عمال أصلي وصوم اثنين وخميس وأنا اطلاع. الأولى أن تترك اطلاع، لأنه الصلاة ما بتزبط فيه. صلاة بدون وضوء ما بتزبط، مش باطلة. تعملوا شو بدكم، انتوا بتعملوا شو بدكم، بالاخر نفوت على القبر والله اعلم شو بيسوي فينا ربنا. احنا بنزكي الناس. كان يصلي ما في حديث للرسول عليه السلام: يا رسول الله انها تصوم النار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها في النار. وحديث المفلس كمان: الذي صلى وصام وحج وزكى ولكنه سب وشتم واكل المال والحقوق، وكمان اكب الله في جهنم. والذي اذا خلى في محارم الله، نعم، الاصرار، إذا خلف في محارم الله انتهك جعل الله أعماله هباء منثورا. والذي يشرك، نعم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شكرا ترد فضل الله عليك لله، فلا تشرك بالله فيحبط العمل، وعليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عشان الله يستجيب لدعواتك. عمال تحبكها تظبطها مزبوط، لا تعبد الله كيف بدك. لا أنا دخلي شعراتي برا وبصلي. أنا بقول لك تفضلي صلي هيك يا عمي أفضل مما تصليش، لكن لربما بعين الله هذا كله هباء منثورا. مش أنا لا بقرر، أنا ما بقرر، أنا بقول لك يا عمي هيك تفضلي أصلي أفضل مما تصليش، نعم، وتصدقي أفضل مما لا تتصدقي، لكن لربما الله يعمل كل هذه الأعمال هباء منثورا. أعطيك مثال. أنا عندي متجر وبدي عمال، وهذا المتجريات هنا هذا متجري، وجاءوا العمال وراحوا عند متجر جاري وبدأوا يشتغلوا عند جاري. بآخر الشهر أجوا يقولوا لي اعطينا أجارنا، اعطينا الأجر. أنا أعطيهن أجر ليه؟ من يشتغلوا وين بدهن، راحوا هناك، راحوا عنده فلان عملوا شو بدهن، ما أجوا عندي يشتغلوا. وهيك إحنا بنعمل عند أنفسنا، بنعملش عند الله. وصلت انك انت بتعمل شو بدك عند نفسك، بتاخذ شو بدك من الدين وبترمي شو بدك من الدين وبتحلل شو بدك وبتحرم شو بدك. الله، والحلال اصبح الذي تطوله ايدينا، والحرام لا استطيع ان الوصول اليه. الحرام لانه بعيد عني لا استطيع فبقول عنه حرام، لكن اذا وصلت ايدي فبصير حلال، بدور على فتوى انه حلال. فصار الحلال ما لا تطوله ما تطوله ايدينا، والحرام ما لا تطوله ايدينا، فان طالت ايدينا صار حلال. خلص ندور له على فتوى، ندبر له امور وخلصت تمشي معانا ونطبطب. كان يصلي ليش؟ لماذا؟ واقعي. قيس هذا الامر على حياتك. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. انا مسحوره 30 سنه، شو بتساوي 30 سنه انه الله بسلط عليك السحر؟ انا مديون $100,000، شو بتساوي؟ انا كنت اعمل لهوال، انا تني الله غرقني في اللي، نعم
بيني وبين الله وانا حاجج واعتمرت واصوم اثنين وخميس واكفر هاي بهاي على عسى الله ان يغير، لكني ما كنت اتوب. وصلت؟ يعني اليوم انا غلطت تلسنت انا وامي مثلا، امي كزعت يوم، مش كل يوم انا عاقل والدي، اليوم صار في وضع معين بيني وبين امي، عليت صوتي وهكذا، هذا بستحضر الذنب، بجيبه للذنب بقول يا رب استغفرك على هذا الذنب كيف عملت وانا هذا، وبستسمح امي مثلا بعد ما اروق. لكني اذا انا صليت اللسان على امي وعلى ابوي على اخوتي، انت عاق، انت مجرم. واذا انا سراق وغشاش وكل يوم، يعني اليوم انا انجبرت اني احلف، والعياذ بالله والعياذ بالله، خلي بتصير اني اليوم انا حلفت يمين، مش يمين جاموس يعني، والله ما عملت هيك وانا اللي عملته، بدي انجي حالي. لكن اذا هذا ديدني كل يوم انا بحلف، والحلف عندي زي شرب الماء، على كل شيء بحلف، كذب مش كذب ما بيهمنيش، لا هذا ما بزبط. اليوم انا سقطت فيلم اباحي، بقاتل بنفسي، بعد شهر طيب بتعاود بتستمر، بتستغفر هذا الذنب، هذا بتستحضره وبتستغفر عليه. اما مش انت كل يوم عندك وكل يوم حامل هالمسبح وبتستغفر كل يوم. هسه جاء وقت الاباحيات، فايش هذا؟ يلا هسه اباحيات وماسك مسبح وبستغفر. لا هذا بتضحك بقولوا هذا ضحك على اللحى، هذا بقولوا ضحك على اللحى. تضحك على مين انت؟ بدك تتوب. لكن ان غلطت هذا يستحضر الذنب. فهمت؟ غلقت الدنيا في وجهك. والقاعدة بتقول يعني شوية استحضر القاعدة الضرورة تتيح المحظورات. يعني أنا للضرورة قصوى. يعني أنا بصحراء ومتت ومسكت خنزير أجلكم الله، بدي أذبح أكله، هذا حرام الخنزير، لكن أنا بدي أموت، فهنا قد يجوز. مثلا يعني احنا بنجيب الأشياء الصعبة. يمكن يصير إشي كبير وانجبرت أخذ، مثلا انجبرت أنا بسيحة الصفر، أنا سيحة صفر، أخذت قرض ربوي، ما فيش حل ثاني ولا في حل ثالث، جلست مثلا على سبيل المثال، هذا مش آخر الدنيا، هذا ما هو آخر الدنيا، بس مش إني أنا هذا عادتي، ما إني أنا اللي أنا ماخذ. طبعا حرام، الربا حرام. ما تركت باب، هل في لك جار، هل في لك أخو تستقرض منه وتسأل هل أنت ممكن تذهب إلي وتأتيني وتقول لي يا عمي يا أبو أحمد أنت أنا مديون لك، يعني بالله عليك ما تخليني أقع في الحرام وأخذ قرض ربوي عشان أسدك، بالله عليك خلي الله يشهد لك فيها يوم القيامة، هون علي، لربما سنة سنتين بسدك هذا القرض. حاول كل الطرق، أنا ما بفتي لك، بس أنا بقول لك إذا غلقت مش معناها آخر الدنيا، بس لكن مش ديدنك. بس بدي اشتري سيارة واجدد السيارة، سيارتي صارت قديمة لازم اجددها بقرض ربوي، لازم اشتري ملابس في قرض ربوي، ولازم اطلع رحل في قرض ربوي، ولازم اني انا مغموس في الربا، ويلا الله غفور رحيم. مش هيك؟ الذنوب التي تستحضر بعد ما تبت الى الله واقبلت على الله وقعت. يعني ممكن انك انت مثلا كذبي قد تسبب بينك وبين اخوك خصام كبير، وتكذبها هاي الكذبة على اساس انه ما يصير في خصام بينك وبين اخوك، بينك وبين زوجتك. مش كذاب، يلا لا يزال عبده يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. انجبرت، مش انجبرت لانه انت بتوقف حالك دائما في هذه المواقف تقول انا انجبرت. يعني ربما هاي بتحدث معك مرة بالسنتين، مش كل يوم يلا حلفان يمين كذب 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 كذب، مش يمين غموس تسجني اساس انك انت لا. يعني مثلا على سبيل المثال شو بدي اقول لك، يعني اشياء ما فيها ضرر بس فيها هيك ماء وجه. يعني اليمين كان باساس ماء الوجه، ما تخرب بيت حدا وتقول له مثلا
ممكن تصير معك وانت بتعرف في مواقف اللي انت بتنحرج فيها، وحاول انك انت ما تحلف. قل انا لا اؤمن باللي بيحلفوا، لا اؤمن مثلا، اساس انك ما تحلف ولا تكذب حتى. فلازم نعرف احنا نتعامل مع الله. قلنا هنا في دور سورة البقرة بفضل الله إلا بتهون هذه الأمور في أذكار الصباح والمساء. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها، ولا إنسان لا يعطينه ولا استعاذ ولا أعادا لا أعوذنه. نعم، هنا إن شاء الله يأتي دور سورة البقرة عشان إنها تلين لي الصعاب بهذه النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يؤذن ويؤز. فيأتي دور سورة البقرة الذي يلين لي. نعم، وكثرة الاستغفار يعني كثرة الاستغفار يزيل لي، ينظف لي الطريق أمامي عشان أصل إلى الله، لأنه هذه الذنوب جعلت ساتر بيني وبين الله. فلما أنا بكثر من الاستغفار أنا أقرب العبودية، أبدأ إني يا ربي أنا سامحني. نعم، فهمنا وين إحنا نستحضر الذنوب، لكن في ذنوب نسيناها وأحصاها الله. فلا تشغل نفسك بإنك تستحضر ذنوب، إلا إذا أنا اليوم وقعت معي بمشكلة وأنا كبرت الأمر أكثر من اللازم، ماليش حق، فأنا بجلس استغفر الله، يا ربي استغفر، مستحضر هذا الذنب. نعم، وقعت في مشكلة في كلام، في سبيت فلان، أكلت حق فلان، يعني الآن مثلا مش إني أنا أكيل حقوق، لا، صار في غلط. نعم، فعملت غلطة، هذا بتستحضر وبتستغفر عليه. لكن عشان يكون عندك بصيرة ونظرة ثاقبة وتفهم على مراد الله بدك سورة البقرة. طيب لماذا بيحدث معنا هذه هجومات الشياطين؟ لأنه بدك تصل إلى من عاد لي وليا. طيب والولي شو قال عنه الله؟ إن يعني عباد الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يا شيطان. أنا زدت من عندي يا شيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله يخاطب إبليس. فهنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا كمان السحر، فالله لا يأذن، يعني بالآية الآنفة أنه لا يأذن الله لأوليائه أن يصيبهم سحر ولا يصيبهم أي شيء. من عمل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن فليحيينه حياة طيبة. طيب هنا أسئلة نجيب عليها إن شاء الله. ممكن توضح لي من أين جاءت فكرة قراءة سورة البقرة 4 مرات؟ ممكن توضح؟ جزاك الله خير. يعني أنا صراحة هذه يعني تجربتي. أنا كنت جالس قراءة سورة البقرة أول مرة واحدة، أول يوم 28/9/2019. ثاني يوم أخذتها 4 مرات. أخذتها 4 مرات مني أنا جالس، أنا مستقل، إنسان مستقل. لكن سمعت، كنت سامع درس أو فلان تكلم إنه وصل إلى 1000 مرة قراءة سورة البقرة وأصبح مستجاب الدعاء، وأي شيء بضايقه وكأنه أصبح ولي. الله يكنس له كل شيء من أمامه. يعني في بالمؤسسة الفلانية كم من إنسان يعني يؤذوه، طيرهن الله من مكانهم. فأخذت على نفسي إني أزيد عشان أصل لل1000 مرة. نعم، والحمد لله رب العالمين. فقرأت سورة البقرة 4 مرات لربما شهر ونص، و3 مرات لربما كمان شهر ونص، ومرتين لربما كمان سنة ونص، وبعدين استقريت على مرة واحدة. طيب في سورة البقرة وأقفالها ال4 في يمكن 30-40 درس عن أقفال سورة البقرة، ادخل عليها واستفيض من هذا الأمر. يعني هي مراحل لسورة البقرة. طيب ده في كمان سؤال. مثلا عمي محمد حجازي: هل الإنسان يقرأ سورة البقرة ولا يعرف معاني الكلمات هل عنده الأجر أو لا، ولا لازم يعرف معاني؟ لا عمي، قراءة سورة البقرة شيء والتدبر في قراءة البقرة شيء. هناك في ناس أعاجم يحفظوا كتاب الله ولا يفقهوا ولا حرف منه، لهم الأجر في القراءة والحفظ. نعم، وإحنا الرسول عليه السلام قال: اقرأوا البقرة فإن أخذه بركة. فنحن نقرأ، وكل الذي أقوله حتى لو بتعرفش ولا حرف منها سيعطيك الله ما أعطاني. لكن إذا فت على باب آخر أنك أنت تخرج المعاني، هذا لك أجر آخر وعمل آخر. ما عشنا هذه الآية. مفهوم؟ إحنا الذي أنا أقوله فقط اقرأ، تعرف معنى الكلمات. في كثير معاني كلمات ما أعرفهاش، أنا ما أعرفهاش. في كل كتاب الله في معاني كلمات ما أعرفهاش. عشان هيك جاء القرآن في 10 قراءات عشان يبسط للناس.
مفهوم؟ جوابي انه حتى لو بتكسر، وحتى لو بتعرفش المعاني، وحتى لو انك اجنبي وبتقرأ لكن بيقرأ في العربي، نعم سيعطيك الله الاجر. نعم اجر القراءة، وحديث هذا بينطبق عليك، لانه قال لك اقرأوا البقرة، ما قال لك اقرأ البقرة ثم تدبر ثم تتدبر ثم تفكر ثم استنبط المعاني، ثم ما قال لك، قال لك اقرأ. والقراءة هاي بيعطيك الله باقي الحديث: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. هذا ما وجدت، الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. حتى لو انك انت انسان من بريطانيا بتعرفش اللغة العربية، حافظ لكتاب الله، يعني حفظوك لي اياه عن صغر، وانت لا سألتك ما هي الساعة الآن، تقول لي وات، ما فهمتش علي، مع انك حافظ لكتاب الله. فانت عندما تقرأ وانت مش عارف معاني الكلمات، اذا قرأتها كما اخذنا على هذه النية بهذا الحديث سيعطيك الله ما اعطانا. كيف احنا وجدنا ستجد، وهذا الذي يجده الناس كلهم مما بينت. كل واحد متابعني وجد كل حرف. فاخوتي الكرام، هناك اقفال لسورة البقرة، القفل الاول والثاني والثالث والرابع. اكتب في اليوتيوب محمد حجازي واقفال سورة البقرة الاربعة، او القفل الاول، او محمد حجازي القفل الثاني، محمد حجازي القفل الثالث والرابع، وهكذا. استفيض اخي الكريم، استفيض عشان تعرف شو معنى هاي المراحل. ناخذ اشياء درس. سؤال ثاني. طيب، ليش بصير في مشاكل مع العوارض؟ هنا ممكن من فضلك توضح لي ليه يعني عوارض في عوارض قراءة سورة البقرة؟ لأن سورة البقرة هي تقتل وتحرق هذه الشياطين وتنسف كل أعمالها التي في بيتك، في جسدك، في محيطك. سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، مش فقط البطلة هم السحرة، كل شيء باطل، وكل شيء باطل موكل فيه إبليس والنفس الأمارة بالسوء. مفهوم؟ فسورة البقرة تحلق. عشان هيك العوارض كانت مبسوطة، عايشة معك، تاكل وتشرب وتجامع، وتقول لك بدنا نروح نسافر وبدنا نشتري سيارة وبدنا نغير أمور. عشان هيك سورة البقرة لما بتأخذها كيف بينت 4 مرات، وهي لا تشبه المرة، وهي بينت لك مدتها لربما 3-4 أشهر تنتهي من هذا. ستشلح كل السقطات التي تأمرك فيها النفس الأمارة بالسوء وشيطانك الذي يأمرك بالفحشاء. ستشلح كل هذه الأمور، تغير حالك، تتبدل أولوياتك، وتصير أنت إنسان رباني، وتستطيع أن تحقق من عاد لي وليا فقد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الفرائض تستطيع أن تحققها بكل أريحية. فهمت؟ وصل الأمر إنه أنت شو سورة البقرة، لأنها يعني حرب معلنة علنية على الشياطين. كانوا مبسوطين معك، انقلبت انت عليهن، بده يساوي مظاهرة يمنعوك عنها. صارت زوجتك تصيح وابنك يزعق وأحلام هكذا، وانت المنتصر، انت اللي انقلبت عليهن. فلا تخاف، خاف من ذنوبك. عشان هيك الله بيشعرك بالخوف. الله لا يشعر الولي من أوليائه بالخوف. انت ذنوبك قللها عشان يزيد منسوب القوة من عند الله. يمدكم بقوة، نعم بالاستغفار يمدك الله بهذه القوة، ويزيدكم قوة إلى قوتكم بالاستغفار، ويزيدك مال، ويزيدك قوة، ويزيدك تمكين بالاستغفار. عشان هيك أنا بطلب أول إشي الاستغفار، عشان نمحو الذنوب التي حالت بيننا وبين الله. يعني تخيل أنت مزعلني وعمال تجيب لي، أول إشي يقول لي متأسف يا أخي، أطلب المغفرة من الله أول إشي حتى يغفر الله لك. كيف يغفر الله؟ بتشوف المطر، بتشوف انه الامور بدأت تهدأ او امورك طيبة صارت، بعدها بتأخذ سورة البقرة عشان تكنس هذه الاسحار وترتاح الى الابد، ما تضلكاش في هذه الدائرة. هذا الذي انا بقوله ما كان عند الصحابة. الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم علموا التوحيد 13 عام، فعرفوا الله قبل ما تيجي العبادات وقبل ما تيجي الصلاة. ما كانوا يتفننوا في معصية الله، كانوا يتفننوا في طاعة الله. فهي من طريق الصدفة 4 مرات، والشياطين لا تطيق انك تعيد وتكرر سورة البقرة. حتى لو كنت حافظ لكتاب الله لا تشبيه، حتى لو كنت حافظ سورة البقرة لا تشبيه التكرار. التكرار انت يعني هكذا، انت كل الوقت عمال تضرب، فاهم؟ فالتكرار لسورة البقرة حتى تنهيهم من حياتك. فكل اشي بيحصل معك بسبب قراءتك لسورة البقرة، العوارض تعذت، بتحاول تصد عن حالها الأذى. كانت عايشة مكيفة لكنك انقلبت عليهم. خلص، كمل، استمر، لا تخاف.
لن يحدث لك شيء، الله معك. دير بالك من ذنوبك التي تقويهم، والشرك الخفي الذي يحبط هذا العمل. نعم. فسورة البقرة فيها بتعطيك البصيرة انك انت لا تشرك بالله، وتعرف قدرك عند الله، يعني تعرف حجمك انك لا شيء، وستبقى لا شيء عند الله حتى تلقى الله. هناك سيعطيك الله الأجر إن شاء الله. نحن لا شيء، نعم، إلا برحمة الله، لن ندخل الجنة إلا برحمته. الآن إن شاء الله أنا سأجيب على هذا السؤال الذي أجبنا عليه 100 مرة، لكن نجيب إن شاء الله. لماذا 4 مرات بالتحديد؟ القواعد المتقرر عند علماء ان التحديد يجوز للانسان لنفسه في ذكر المطلق، اما للناس فالباب مفتوح، لا تحدد لهم اعداد معينة. هذه نصيحة. كذلك من الملاحظات، الانسان لا يركز على جانب المادي وتضخيمه في نفوس، لان المؤمن عنده الدنيا ممر وليس مقر. طيب، بدي اسمع الكلام اول اشي تبع الشيخ نشوف. طيب، احنا بكفينا الصوت لان الصورة في ضوء هنا. الشيخ انا مداوم على سورة البقرة، باليوم تقريبا اختمها مرتين، ولكن نصحني احد الاخوة قال انه هذه يعني الطريقة بدعية. ليه؟ يقول ان القرآن الافضل انه يكون، يعني معنى كلامه ان القرآن كله منفعة وكله شفاء وكذا، ويعني صار في نفسي شوي شك، يعني هل هي بدعة هل هي مي بدعة. وسويت لي يعني جدول، حطيت لي مثلا بعد صلاة الفجر اختم جزء واحد، ومن بعد صلاة المغرب يكون عندي ورد اللي هو خاص بسورة البقرة، وكأنه قامت تدخل علي مداخيل انه هذه بدعة، ما يجوز القرآن انك تهتم فيه يعني سردا تسرده. ما ادري هي طريقة صحيحة يا شيخ ولا؟ طيب انا سأعطيك قاعدة، احفظ هذه القاعدة، وهي ان المتقرر في القواعد ان ما ورد مطلقا من الأدلة فالواجب بقاؤه على إطلاقه، ولا يجوز تخصيصه بشيء إلا بدليل. والأدلة التي تفضل قراءة سورة البقرة قد وردت مطلقة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر. وفي رواية: يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. فقوله يقرأ فيه سورة البقرة أطلقها، ولم يقل يقرأ فيه سورة البقرة مرتين أو 3 أو 4، فأطلق قراءة سورة البقرة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل. فإذا أعان الله عز وجل العبد أن يقرأها في بيته مرة أو مرتين أو 3 في اليوم الواحد أو في عدة أيام، فكل ذلك داخل في هذا الحديث، أي داخل في إطلاقه. فمن قال بأن تكرارها في اليوم الواحد مرتين بدعة أو أنه مخالف للسنة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد، فإن الأدلة قد وردت مطلقة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران، فإنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فإذا أنت ترى أن هذه الأدلة مطلقة من غير تحديد بعدد، وإنما ترجع إلى همة الإنسان وعزيمته. فإذا فتح الله على الإنسان أن يكرر سورة البقرة رجاء لبركتها واتقاء للحسرة واحتماء من الشياطين وعصمة لبيته من وجود الشيطان فيه، فإن ذلك كله جائز لا بأس به ولا حرج فيه. فأرى أن ما تفعله أمر صحيح جائز لا بأس به، وهو داخل في إطلاق هذه الأدلة. ومن قال بأنه ممنوع فإنه يريد منا أن نقيد الأدلة المطلقة، وتقييد المطلق لا نقبله إلا بدليل، لأن المتقرر في القواعد أن ما ورد مطلقا فيبقى مطلقا على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل. فلا بأس عليك في فعلك هذا إن شاء الله. نعم، يبقى الجواب إني أنا لا أحدد للناس،
أنا بقول تجربتي. أنا قلت إن أول يوم قرأت سورة البقرة مرة، وثاني يوم بدأت أقرأها 4 مرات. لكن الجميل هنا إن الذين كانوا يقرؤون سورة البقرة من سنين طويلة مرة واحدة لكل يوم يوميا، وجدوا كل حرف نطقت به إن ال4 مرات لا تشبه المرتين ولا تشبه أي شيء. فهم وجدوا ما قلت مجرب، مش قرآن منزل. وأنت ترى إنه الناس بالنسبة للاستغفار يتفاوتوا. أنا بستغفر 30,000 مثلا، فلان يستغفر 37 والثاني 40 والثاني 18 والثاني 13,000 وهكذا. وفلان أنا بقرأ سورة البقرة مرة وزدت مرتين، بس كل واحد عمال الله يفتح عليه. فاهم كيف أخي؟ ما قلنا إذا بدك تصل إلى الله لا تنزل 4 مرات وإلا أنت كافر. ما قلنا هذا الكلام أخي الكريم، ما قلنا هذا الكلام. أنا أعطيتك تجربتي، فأنا بينت لك. كنت أجلس بين الفجر والشروق والله يا جماعة ومسبحتي معي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بس بدون صوت، لسان وشفتين، كل يوم بين الفجر والشروق. 7,800 8,000 8,200 هذا اللي بيطلع معي كل يوم. كنت أصور المسبح وأنزلها كل يوم نفس العدد. شو أقول لك؟ وإذا أنت بدك تروح على المسجد تأخذ معك موبايلك وتقول استغفر الله استغفر الله، ثم تنظر في الموبايل، ثم تستغفر استغفر الله، ثم تنظر في الموبايل وترد على فلان وترد على فلان، وبالآخر أنت جالس بين الفجر والشروق وطلع معك 1000. أنا ما طلعش معي 1000، أنا طلع معي 8000. والذاكرين الله كثيرا. أنا بينت لك ماذا عشت حتى قطفت. نعم. ومنهم من أخذ وزاد. أنا أخذت الاستغفار لوحدي بال 2015، وأخذت سورة البقرة 4 مرات في 2019. ولكن منهم من جمع الاستغفار مع سورة البقرة على جلسة واحدة بيوم واحد. أنا ما عملت، كل واحد الله بيفتح عليه. ما منعته، ما قلت إياك إلا بشكى. من شكى إنه هذا كثير، قلت أنا قلت لك، ما قلت لك إنك تأخذ كل هذه الأوراد. وصلت أخي الكريم؟ ثم إحنا الله الذي منعنا المال، الله الذي منعنا الأرزاق عشان نعرفه. فبدأنا نبحث كيف ترجع الأرزاق، كيف تقضى الديون. لما نقول لك اشتغل، الله قال في سورة نوح ليش أنت بدك تمنع المال؟ مش قوي، مش في المال أمريكا حاكم العالم، الله حكمها فينا. ليش بتعيب علينا أن يكون معنا مال ونكون معنا قوة؟ نعم، مش في المال بتسخر الدنيا فيه، الله أذن لك في هذا المال. لا بتعيب على الناس المال. المال اللي بدك تشتري فيه صبايا ونساء وزنا وإباحيات وهكذا تحارب الله فيه. نعم، هذا المال حرام. نعم، لكن الله منعنا المال عشان احنا بنعرفوش. فعندما تبنا إلى الله وبحثنا كيف ممكن الله يقضي عنا الديون وكيف الله يرزق من أين، وجدنا إنه الاستغفار. وسع نطاق فهمك وعلمك، وغير منطقك وفهمك، غير الأسلوب اللي عايشه. أنا لا أعيش بدون مال، ولن أعيش بدون ماء، ولن أعيش بدون اللبس وملابس. مجبور أنا. فإذا أنا كنت فقير الحال ستدوسني الأقدام بسبب إني عامل حالي فقير. ما قال لي الله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، واليد العليا خير من اليد السفلى. شو بتحكي؟ بدكم يانا شحادين فقراء لا نعرف شيء، فقط نعرف كم من عبارة ننطقها كما ينطقوها، يعني زي هذا الدرس. أنا بعرفش أنطقه هذا الكلام، لو حفظته بعرفش أجيبه، لكن لربما أجاب عليك. الموضوع إنك تعرف الله. والله ما منعك المال، هو الذي أوجد المال. اذهبوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها من يأتيكم. اذهبوا بورقكم هذه المدينة فلينظر أيكم يأتي. راحت عن الآية. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فالمال موجود، ولا نعيب على من يبحث عن الرزق. نعم، والولد وكل شيء. هذه الأشياء من أساسيات الحياة.
هذه الأشياء من السياسة، لكني ما بعبد الله عشانها، ما بعبد الله. الله منعني هذه الأشياء عشان أبحث عنه. كنت مفكر الدنيا فوسطة هكذا فقط، أنا يعني أفعل ما أشاء في هذه الدنيا، لكن إن شاء الله ما عرفت الله منعني هذه الأشياء، فبدأت أبحث كيف أقضي الدين. لماذا أنا هيك بذيل الأمم؟ لماذا أنا معيش فلوس؟ لماذا أنا أموري معطلة؟ لماذا الناس كلها راكبة سيارات جديدة وأنا معيش شيء؟ لماذا كل الناس باني بيوت وأنا ما عنديش شيء؟ فبدأت أبحث فوجدت إنه الاستغفار الله، وبدأت إني أعرف إن الله، لأني لا أعرف الله منعني كل هذا، ولكن إن تبت إلى الله سيعطيني كل شيء وعدني فيه كما وعد في كتابه. نعم، سورة البقرة ستلين لكم الأمور كلها. حياكم الله، بارك الله فيكم، وإن شاء الله أكون قد أجبت على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.